السلام عليكم احلى متابعين. النهارده هنعمل محشي بقى. بقالنا كتير ما عملناش محشي مع بعض، وهنعمل شويه محشي كده لوز العنب مع بعضينا. طبعا الخضره المشكله كزبره شبت بقدونس بصلنا فلفل رومي لو اذا احتاجنا. الرز بتاعنا ده اساسي. الكرنب هناخده ونحط كمون في الميه ونسلقه. تابعوا بس بعد ما نسلقه بقى. بدات بقى اسلق الكرنب بتاعي وهطلعه كده نص سوا، هو بيكمل سوا بره. نقلبه بقى على اليمتين، واحنا عارفين طبعا كنا شاطرين وبنسلق الكرنب بتطلعيه نص سوا. خلاص استوى كده، مش يستوى بنطلعه بقى نص سوا ونخرجه بره علشان يكمل سوا بره. هو بيكمل سوا بره عشان الحراره بتخليه يستوي بره. شايفين كده بقى بنخرجه بره على وضعه كده. اهم بقى تركه بقى هقول لك على تركات حلوه قوي تعمليها. الفلفل الاخضر القرون الحامي ده هنعصره في الخلاط مع الطماطم. طبعا شطفنا شطفه كويسه وهنعصره ونخش بقى على التسبيكه. هي دي اول تركه. خشي بقى على التركات التانيه. شايفين كده هنبتدي بقى اهي نضرب الطماطم مع الخلاط في الفلفل في الخلاط. طبعا قطعه السمنه بتاعتنا اهي بنسيحها وبننزل ببصل مفروم وهنشوحه لحد ما لونه يغمق. سمنتنا بدات تخش في اللون الغامق، وهنزل بقى بالصلصه والشطه المضروبه في الخلاط. بعد كده نحط بقى التوابل ونملح. ابتدي بقى احط التوابل بتاعتي. طبعا الطماطم بتسبك كده، نعناع جاف كده. طبعا الشعيرات اللي تطلع فيه مفيش مشاكل منها، احنا كده بنشيلها لما البتاع بيستوي. ملح وفلفل اسمر، ملح وكمون، 7 بهارات، سيكه على طرف المعلقه كده قرفه لو حابه. مش حابه اللي حابب اللي بيحطش قرفه يستبعدها مفيش مشكله، بس بتدي نكهه حلوه للمحشي. ومعلقه سكر عشان حموضه، واسيب الطماطم تقصر على النار. الطماطم بدات تقصر. خدنا بقى طبق خدنا طبق من ده هحتجزه، هنقول لكم هنعمل فيه في الاخر بقى. زي ما انتم شايفين غسلنا الرز والخضره شطفناها وقطعناها، وهنبتدي بقى نقلب وهنحشي. طبعا مش هجيب بقى الحشو، كلنا شاطرين وبنحشي وبنحط طماطم وبصل شرايح تحت في القعر، وبعد كده بنرص المحشي ونسويه بقى. الصلصه اللي احنا قلنا عليها اهي، اللي احنا خدناها من المحشي نفسه. وبعد كده بقى بنحط مكعب شوربه. على فكره قالوا له يا جماعه مرقه الدجاج دي عشان مضره، وممكن تدوبي الصلصه دي في الشوربه وتنزليها. بس هي يعني الاثنين بيودوا لطريق واحد. طبعا هبتدي بقى بص ده هينزل. والناس بقى اللي مش خايفه على نفسها من التخن تحط معلقه سمنه، بس انا بستبعد الموضوع. تمام. واديله هزه كده، وهنحط عليه الغطا وهنسويه احلى محشي. بس كده لازم كل ده ينزل. ثواني ده يسقط تحت بقى. معلقه سمنه وزبده حطيه. لو يعني انا بقلل الدهون في الاكل. وطبق زي كده واغطيه وعلى درجه حراره عاليه، وبعد كده نعملها متوسطه او هاديه، وبعد كده ناكل احلى محشي. المحشي بتاعنا بقى زي ما فيه الثوابت بندلقه بقى على طول كده من الحل على نغرف في المكان، في الطبق، في البوله، في اي حاجه بقى، في السيرفيس. شوف انتي بقى لو عجبك الفيديو سبسكرايب وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. لا تنسوا الصلاه على الرسول، لا تنسوا الدعاء لاخوانكم في غزه. السلام عليكم.